السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين والاحوال طيبه والصحه مزيانه ان شاء الله يا ربي. اليوم باش نشارك معكم غير واحد الفكره وصافي، ماشي شي وصفه. المهم عندي هنايا البيطراف ولا البربه. انايا كنت جبت واحد الكيلو ونص، وزاد الزوج ديالي حتى هو جاب. انايا من المعكازات ديال البربه ماشي ما كنبغيهاش، ما كنعكز عليها نديرها تسلاق وكنساها. لقيت هاد الطريقه تسلكني، قلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. كنقيها ونحيد لها داك الورقه اللي كتكون عندها، وندير لها الماء والملح ونديرها تسلق. كنسلقها في الماء بارد ماشي حتى يتبخ، الا تبخ راه غادي تهليض. وكندير لها الملحه غير واحد شويه ماشي بزاف، وكنديرها في المهم فاش طيب نصفيها ونديرها في واحد السطل ونديرها في الثلاجه. هكا كل يوم غادي نقدر نتناول الباربه انا والوليدات ديالي. المهم ضروري كناكلوها حيت هي صحيه ومفيده بزاف. داكشي علاش خصنا نديرو هاد الطريقه باش ما نعكزوش عليها. كنت كل يوم كنسلق وكل يوم هكا كتجي لي صعيبه، بالتالي صافي بقيت نمل. لقيت هاد الطريقه سلكاتني وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. انا هنايا راها باقا دافيه، غادي نديرها في هاد السطل. المهم راه فيديو بسيط وخفيف، غير خدمت سلقتها وبغيت نجمعها. داكشي علاش قلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. واللي كانت معكازه بحالي راه جات هاد الطريقه سهله، وحنا كنتناولوها بزاف في رمضان. نديروا هاد الطريقه ونصدقوا كل يوم واكلين السلطه، علاش لا. ما غاديش نعكزوا عليها وغتنفعنا. انا درتها هنا في هاد السطل وغادي نديرها في الثلاجه غير لتحت ماشي في الفريغو. وهكا غادي نبقى، يعني ما غاديش نديرها لرمضان. راه غادي هذه فكره نتاع دائما. دابا غادي تبرد شويه حيت باقا دافيه، تبرد شويه وغادي نسد عليها ونديرها في الفريجيدار عفوا، نديرها في الثلاجه لتحت. والوقت اللي نبغي السلطه نجبدها باش نديرها، تجيني سهله ويكون ونربح اني ناكلها دائما. وهذه هي الوصفه ديالنا لنهار اليوم، ونتمنى نكون فتكم في شي حاجه واخا بسيطه. وبالسلام عليكم مع فيديو اخر ان شاء الله.